السلام عليكم. قال لك محمد صلاح مهتم به نادي برشلونة حسب صحيفة بارسا. قالت لك محمد صلاح إلى برشلونة. قال لك محمد صلاح في تقرير هذه الصحيفة تقول برشلونة يملك فرصة تعاقد مع أسطورة ليفربول مجانا. نقراوها نشوفوا وش قالوا. في مفاجأة مدوية، أعلن محمد صلاح قبل فترة وجيزة أنه سيغادر ليفربول في نهاية الموسم بعد 10 مواسم ناجحة للغاية في ميرسيسياد الأنفيلد. سيبحث اللاعب الدولي المصري الآن عن مغامرة جديدة في فترة انتقالات صيفية ليضع بذلك حدا لفصل لامع في مسيرته. وقالت لك هنا وحدة هجومية مرعبة، يعني في برشلونة يحول محمد صلاح الجناح الأيمن، وإحنا مالي يحول هو صانع ألعاب، ورافينيا في جهته الجناح الأيسر، وليفاندوسكي رأس حربة. قال لك وحدة هجومية مرعبة. حتى الآن في موسم 2026-2025 سجل صلاح 10 أهداف و9 تمريرات حاسمة في 34 مباراة في جميع المسابقات، وهو ما يقل عن المعايير العالية المعتادة التي وضعها لنفسه طوال مسيرته. لكن لا يجب أن ننسى أن ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي بفضل تألقه وفي النظام مثل نظام برشلونة، حيث يوجد وفرة في خلق الفرص، فإن غرائزه القاتلة أمام المرمى يمكن أن تجلب مكافآت كبيرة. قالت لك محمد صلاح راح يعطي فرصة في هجوم برشلونة، يعني يعطي انسجام كبير وحلول يعني في الهجوم تاع البارسا. قالت لك يبلغ نجم تشيلسي وروما السابق من العمر 33 عاما، وهو يدخل المرحلة الأخيرة في مسيرته الكروية، وقد يكون على استعداد لقبول دوري ثانوي في الفريق، يعني يولي لاعب احتياطي كيما راشفورد، يدخلوه في آخر اللحظات ولا في الشوط الثاني، ولا كي تصاب كاش لاعب يدخل في مكانه. وعلى ذلك فإن إشراكه في مركز الجناح الأيمن ونقل لامين يامال إلى مركز صانع الألعاب رقم 10، حيث برع في بعض الأحيان هذا الموسم مع وجود رافينيا على الجناح الأيسر، قد يكون احتمالا مثيرا للغاية لأبطال الدوري الإسباني. قال لك فرصة سوقية لبرشلونة. قد يمثل هذا فرصة سوقية هائلة لبرشلونة للتحرك من أجل ضم صلاح وتعزيز خط هجومهم. على الرغم من عدم وجود أي اهتمام حتى الآن، إلا أن معجب بنجم نادي برشلونة أنه يجب التذكير بأن الدوري الإنجليزي الممتاز المخضرم منذ سنوات وقد ارتبط اسمه بانتقال إليه في الماضي عدة مناسبات. على الرغم من أن صلاح لديه عقد مع الأنفيلد حتى عام 2027 إلا أن ليفربول وافق على السماح له بالرحيل مجانا في نهاية الموسم. لاعب بمثل جودته وخبرته متاح بدون رسوم انتقال، وقد يكون خيارا بديهيا لبرشلونة طالما أنه منطقي من حيث الراتب وقواعد اللعب المالي النظيف. قال لك هاي حسب هذه الصحيفة، قال لك يعني تقدر تكون هذه الصفقة يعني من الجانب المالي مربحة لنادي برشلونة، تساعدهم بزاف. ولكن هذه صحيفة ما قدروش نكذبوها، ما قدروش يصدقوها. ممكن أنه صلاح ينضم إلى برشلونة، ممكن يروح للسعودية. السلام عليكم.